الحلقة اللي فاتت شفنا مريم البنت الهادية الرقيقة لما حصل لها حاجات غريبة، وكانت بتقوم من النوم مفزوعة وبتحس إن في حد بص عليها طول الوقت. وباباها ومامتها قرروا ياخدوها ولفوا بيها على الدكاترة، ولما كان كلامهم كلهم واحد، مريم عضويا سليمة، اضطروا يروحوا بيها لمعالج روحاني الشيخ أبو اليسر. جهز نفسك عشان تسمع معايا باقي الحكاية وتطلع على أسرار عالم خفي ما تعرفش عنه كتير. أنا محمد المصري، وده برنامج بين الحق والناس. بعد ما راحوا للشيخ أبو اليسر وبعد ما طلب منهم إن هم يجوا لوحدهم علشان محدش يتأذي وهو بيخرج الجن منها، مريم بسبب الحاجات الغريبة اللي حسيتها في الجلسة صرخت وأغمى عليها. وبعد ما أبوها وأمها دخلوا على صريخها لقوا الشيخ قاعد مربع في راكن في الأوضة، وقدام منه مخرة طالع منها دخان تقيل ريحته غريب، ومريم في نص الأوضة مغمى عليها. قعدوا يفوقوها وهم مخطوطين عليها، ولما فاقت صرخت وعيطت وقالت له خرجوني من هنا بسرعة، أنا بتعذب. ما قراش قراءات، كان بيقول حاجات غريبة وأنا كنت سامع أصوات حاجات حوالين مني. وهم بيقوموها وسندنا جايين يخرجوا، الشيخ أبو اليسر قال لهم بنتكم عليه جن حاكم من العشيرة الملكية ومش هيطلع منها بالسهل، هتحتاج جلسات تانية. من اللحظة دي حياة مريم اتقسمت نصين، قبل زيارة أبو اليسر وبعدها، لأن من بعدها مريم ما بقتش بنات. أول مرة عدت، بس تاني مرة طلب منها تقلع الطرح، وكل ما كانت بتبعد يشدها ويقربها ليه أكتر. بدأ يحط إيده على راسها وقعدتها ويتمتم بكلام مش مفهوم لحد ما قالت له خوف هو كده طبيعي، أنا مش مرتاح. رد وهو بيضحك ضحكة مخيفة، ما تخافيش، ده الجن هو اللي بيخليكي تحس كده، وكل ده من الشيطان وأنا هطلع. وقال لها هو واقف هناك فوق راسك. وبعد اللي خلصت الجلسة وروحت كانت بتشوفه واقف في آخر لابس كلابيته السوداء وسبحته بتخبط في بعضها وعينه بتلمع في الضوء، ومهما غيروا مكانها كان بيوصل لها. وكل ما تقول لهم أنا حاسة إنه لسه جوه جسمك كانوا يقولوا ده وهم، ده خوف، بس هو كان موجود ويبص لها وبيستناها تضعف. الكاسة التالتة كانت البداية الحقيقية للكاس. تفتكر لما حد يبقى تعبان ويروح لحد عشان يساعده ويرحمه من العذاب اللي شايفه، ساعتها لو عمل حاجة انت مستغربها او مش متعود عليها هتقول لنفسك هو اكيد عارف بيعمل ايه. انا مش بفهم في الحاجات دي. المشكلة ان اللي قدامك مش دايما بيساعدك، ساعات بيكون مستني اللحظة اللي تبقى فيها اضعف لا يكون عشان يعرف يدخلك. في الجلسة دي الشيخ بدأ يطلب حاجات غريبة. مرة قال لها لازم احطلك مية مخصوص في حتة معينة من الجسم علشان دي الأماكن اللي بيستخبى فيه. ومرة تانية قال لها تشيل دول على الفوق لحد بطلع، وقال لها بالحرف هو قاعد هنا ولازم المسه عشان اعرف اخرجه. ساعتها هي كانت مشلولة من الخوف. انت ممكن دلوقتي تقول ليه ما جريتش، ليه ما صرختش، ليه ما حكيتش لاهلها؟ بس انت لو مكانها اما تبقى لوحدك في اوضه مقفوله ومعاك راجل بيقول لك انا بطلع الجن، اللي بيحصل ده مش منك، ده الشيطان اللي بيهيألك حاجات عشان ما نكملش، هتبدا تشك في نفسك وهتقول هو انا اللي غلطان ولا ده فعلا العلاج، وهتسكت. وده اللي حصل معانا. بعد الجلسه الثالثه مريم رجعت البيت رجعت البيت ساكته ولا كانها نفس البنت اللي كانوا واخدينها اول مره. ملامحها ميتة وعينيها مكسورة. ولما امها سألتها قالك ايه؟ قالت انا عايز اخلص منه، انا تعبت. بس هي ما كانتش بتتكلم عن الجن، هي كانت بتتكلم عن الخوف اللي جواها. كانت بتحاول تتكلم بس بتعيط اكتر ما بتتكلم. الام ما فهمتش حاجة، قالت الجن اكيد بيقوى ولازم نكمل معاه. لكن اللي أخدت بالها كانت أختها الكبيرة دعاء أكبر منها ب3 سنين، بس دماغها ناشفة ما بتصدقش بسهولة وبتحب تفهم كل حاجة بالتفصيل. بدأت تلاحظ إن مريم بتترعش لما بيتقال اسم الشيخ، وإنها مش بترتاح لما أمها بتقول نروح له تاني. في مرة دخلت أوضتها وسألتها
هو بيعمل لك ايه بالظبط؟ مريم قالت وهي باصه في الارض بيقرا كلام غريب وقران بشكل معكوس، وبعدين بيقول لك اني مستخبي في مناطق معينه ولازم المسها او هو يلمسها علشان يطلعها. وانا بسكت عشان ما عنديش حل تاني. دعاء ما قالتش ولا كلمه، جابت تليفونها وسجلت لمريم وهي بتحكي كل اللي حصل، وقالت لها بهدوء بكره ترحيله وانا هاجي معاكي، بس اكيد مش هيتكلم وانا موجوده، فهتدخلي لوحدي وهتشغلي التسجيل مسكيه. مريم وافقت. أول مرة توافق من غير خوف. مريم راحت الجلسة وفعلت التسجيل زي ما اتفقت مع أختها، ومع بداية الجلسة الشيخ بدأ يقول اعملي زي ما اتفقنا، وهات المية اللي اديتها لك المرة اللي فاتت، نزلي الطرحة، اكشفي بطنك، الجن في ظهرك اكشفيه، وحاجات تانية. كانت أوامر صريحة ومفيش حاجة اسمها علاج. التسجيل كان دليل كافي والصوت واضح. دعاء خدت التسجيل وراحت بيه الاسم وقدمت بلاغ رسمي ضد الشيخ أبو اليسر بتهمة التعدي والتحرش وانتحال صفة معالج رخ. ولما الشرطة مسكته لقوا على موبايله تسجيلات تانية لبنات قبليها، بنات كان بيعمل معاهم نفس اللي حصل بنفس الطريقة. القانون ما بيرحمش اللي بيستغل الدين عشان ينهش في الضعف. اللي حصل مع مريم مش استثناء، في كتير ضحايا جهل، خوف، وضحايا للتكارين اللي لابسين عباية الدين. مريم بعد اللي حصل معاها وموضوعها تعرف في شيخ في منطقتهم اسمه مصطفى أبو صالح، عرف موضوعها وتواصل مع والدها وفهمه ان المشاكل اللي من النوع ده حلها ما بيبقاش كده ابدا، حلها موجود في الدين وفي كلام رسولنا الكريم اللي اوصلنا بالرقية الشرعية والتحصن بالاذكار، وعرض عليه ان يساعد في علاج مريم، وان العلاج هيكون في البيت في وسط اهلها وبايد اهلها وتحت رعايته. وبالفعل تم علاج مريم ورجعت لبيتها وحياتها الطبيعية من تاني. الخلاصة مش كل اللي يتسطر في ستار الدين يبقى ولي أو شيخ أو قديس. في ناس بتلبس الدين زي قناع، ولو شطهم يكشفوا وشهم تكتشف إنك كنت قاعد مع الشيطان بنفسه. وفي النهاية لو حبيت المواضيع بتاعتنا وعندك حاجة حابب تحكيها لنا، اكتب لنا كومنت واعمل سبسكرايب للبيدج بتاعنا علشان يوصلك كل جديد، وما تنسوش تشيروا الحلقة مع أصحابكم وحبايبكم علشان احنا دايما بين الحق والناس.